في آخر الممر كانت تنتظر. لم تكن تعرف كيف مر العمر بهذه السرعة. كل ما كانت تتذكره هو صوت أطفالها وهم يركضون في أرجاء البيت، ضحكاتهم التي كانت تملأ قلبها قبل الجدران، ويديها المتعبتين اللتين لم تتعبا يوما من العطاء. كانت أما فقط، وهذا كان يكفيها لتكون العالم كله. حين أدخلوها دار العجزة قالوا إن الأمر مؤقت، قالوا إن صحتها تحتاج رعاية وإن المكان أفضل لها. صدقتهم، أو لعلها أرادت أن تصدقهم كي لا ينكسر قلبها منذ اللحظة الأولى. حملت حقيبة صغيرة وضعت فيها ثوبا قديما تفوح منه رائحة بيتها، وصورة عائلية لم تعد تشبه الحاضر. في الدار كان الوقت ثقيلا، الساعات لا تمشي بل تسحب، الوجوه متشابهة والعيون مليئة بالانتظار. كانت تجلس قرب النافذة كل صباح تراقب الباب أكثر مما تراقب السماء. كل خطوة في الممر كانت ترفع نبض قلبها، وكل باب يفتح كانت تهمس في سرها لعله أحدهم. مرت الأيام ثم الأشهر ولم يأتي أحد. لم يسألوا عنها، لم يطرقوا الباب، ولم يتذكروا صوتها الذي كان يوقظهم للمدرسة، ولا يدها التي كانت تمسح دموعهم في أول خيبة. صارت تنادي أسماءهم في الليل بصوت خافت، كأنها تخشى أن يزعج حنينها أحدا. ضعف جسدها، لكن وجعها لم يكن في العظام بل في القلب. كانت تموت كل يوم قليلا حين ترى زائرات يأتين لأمهات غيرها، وحين تسمع ضحكات عابرة لا تخصها. كانت تبتسم للممرضات تخفي كسرها وتقول أولادي مشغولون سيأتون. وفي ليلة باردة اشتد عليها التعب لم تطلب شيئا ولم تشتكي، فقط طلبت أن يفتحوا النافذة قليلا. أرادت أن تتنفس آخر ما تبقى من الحياة، أن تشعر بأنها ما زالت هنا. همست باسم أمها ثم بأسماء أولادها، ثم سكت الصوت. في الصباح وجدت ساكنة هادئة على غير عادتها على الطاولة الصغيرة بجانب سريرها. كانت الصورة العائلية وقد التصقت بيدها، كأنها لم تشأ أن تذهب دونهم أو دون ذكرى لهم. ماتت الأم في دار العجزة، لكن الحقيقة الأقصى إنها ماتت قبل ذلك بكثير. ماتت يوم تخلى عنها أولادها، يوم ظنوا إن الأم يمكن أن تركن في آخر الممر مثل قطعة أثاث قديم. وبقي السؤال معلقا في الممر الطويل: من سيجلس قرب النافذة غدا ومن سينتظر؟